السلام عليكم، مرحبا بكم بنات. ان شاء الله كامل تكونوا بخير ومهنيين وانتم تشوفوا فيه هذا الفيديو. طليت عليكم اليوم بتحليه البرتقال ولا كيكه البرتقال، سهله وسريعه واقتصاديه كما عودتكم. ما تنسوش تصلوا وتسلموا على رسول الله ونقولوا بسم الله. عندي اولا المكونات اللي هما زوج حبات تاع البيض بدرجه حراره المطبخ. راح نضربهم شويه بالباتور حتى نحصلوا على هذا الخليط هكا كثيف. نجيبوا نص كاس تاع السكر، سعه الكاس اللي استعملته انا تاع 175 مليلتر. راح نضيفوا كيما هكا على دفعات، نبقى نخلط حتى يذوب لي كامل السكر من تحت. اللي حبت تستعمل الباتور تستعمل الباتور، واللي حبت غير بالفويت راح تصلح لها برك تخبط شويه مليح. راح نضيف عليهم نص كاس تاع الزيت حتى هو نفس السعه، يعني نفس الكيل تاع الكاس 175 مليلتر. وندخلوه مليح في الخليط حتى يولي ما يبانش من الفوق، يعني ما يبقاش الزيت عايم من الفوق. راح نضيف عليهم البنات نص كاس تاع الحليب، يعني المقادير هذو راه مضبوطه. نبقى نطلع في الخليط تاعي هكا بيدي. البنات اللي اول مره يلتحقوا بقناتي قولهم ما تنساوش تخليوا لي جيم ابوني وتخليوا لي تعليق شباب كيما نتوما، وان شاء الله تعجبكم قناتي وتنضموا للعائله تاعي. وهنا البنات درت ملعقه صغيره تاع لافاني مع الرشه تاع الملح. ونجيبوا زوج حبات تاع برتقال، راح نحيو لهم كامل لو زيست تاعهم، يعني القشره البرتقاليه فقط، ما توصلوش كامل القشره البيضاء باش ما ديرناش المروره في الكيكه تاعنا. وهنا راح نبقاو نضيفوا في الفرينه، يعني الفرينه ما نحدد لكمش، كاين فرينه اللي تشرب وكاين اللي ما تشربش، يعني راح نبقى نضيفوا في الفرينه حتى نتحصلوا على خليط تاع الكيكه. دوك نوري لكم كيفاش يكون. راح نخبطو مليح حتى يدخل الفرينه تدخل في هذاك الخليط. من بعد البنات راح نجيب بقات لي قيس ملعقه تاع فرينه كيما هكا، زدتها وضفت عليها الخميره من الفوق. هنا الخميره يعني الكيس الاول ما كانش معمر، كان فيه ملعقه صغيره ولا ماشي الواصله، ضفت عليها كيس واحد اخر باكي كامل. هنا البنات ممكن ديروا غير باكي باسكو انا طلعت لي مليح، يعني ديروا غير باكي راح تطلع لكم روعه. كما تعرفون هو راه فيه 10 غرام. هنايا البنات راح نفوتوا للمول تاعنا اللي كنت ديجا درت له في القاعده تاعو لو بابي كويسون، والجناب كنت مسحتهم بالزبده، يعني دهنتهم بالزبده ورشيتهم بالفرينه هكا نتاكدوا انه الكيكه تاعنا ما راحش تلسع. راح نفرغ الخليط كامل كيما هاك، نفرغوا كيما هاك، نهزوا المول تاعنا شويه باش نتاكدوا انه يعني الخليط كامل مسوي. وندخلوها للفرن على 180 درجه. كي طيب من تحت نزيدو نشعلوا لها من الفوق تحمر، نسيوها بموس ولا عود خشب. هنا جبت فرشيطه راح نتقبها كيما هكا ونخليها تبرد بجيه. وهنا نجيبوا العصير تاع زوج حبات تاع البرتقال اللي نحيت لهم القشره، عصرتهم ودرت شويه في الكاس وراح نفوت عليها كيما هكا نشربوا الكيكه تاعنا. راح تجي مشربه روعه روعه البنات. اذا كانت البرتقال تاعكم ما جايش حلو ضيفوا له شويه تاع السكر وشربوا به، واذا كان حلو مليح ما تضيفوا له والو، خلوه كيما راهو وشربوا به. راح تجينا الكيكه بذوق يعني ما تجيش ناشفه ويجي فيها ذوق البرتقال، تجي روعه البنات. هنايا كملت هذه حوالي نص كاس تاع عصير ليمون شربتها به، واللي تحب تشربها اكثر ممكن اكثر. راح نخليها بجيه. وهنا جبت باقي العصير اللي بقى لي، يعني حوالي كاس، باسكو الحبات انا اللي استعملتهم راهم كبار بزاف البنات كما شفتوهم في اول الصوره. راح نضيف عليهم 2 مغارف كبار تاع السكر مع 3 مغارف كبار تاع المايزينا ماشي معمرين بومبي، يعني ما معمرين ممسوحين. راح نخلط كل شيء بارد في بارد ونحطهم فوق النار حتى يتقال الخليط، من بعد نطفي عليهم. وهنا بعد ما تحصلت على خليط كريمي ضفت لهم ملعقه تاع مارغرين ولا زبده كيما هكا، وراح نذوبها في الخليط تاعي. وهنا في جهه كنت حكمت حبه تاع برتقال، كنت قطعتها هكا دي ترونش رقاق، وراح نحطهم هكا من الفوق فوق الكيكه تاعي. راح نسويهم مليح باش يعطوا لي شكل شباب.
بلا ما ننسى حبوباتي نقول لكم باللي قناتي راني دايرت لها حمله تاع توصيل القناه ل10 يعني 10,000 ابوني. نتمنى ان شاء الله جميع وحده تشوف هذا الفيديو تبارطاجيه لو ماكسيموم، تخلي لي جيم للفيديو، تخلي لي تعليق شباب، ودير لي ابوني للقناه طبعا اللي ماشي مشتركه في قناتي. هنا البنات بعد ما سويتو كيما هكا راح نجيب الكريمه تاعي، لازم تكونوا هي سخونه يعني ما تخلوهاش حتى تبرد، ونفرغها من الفوق كيما هكا. البنات نفرغوها غير بشويه ونأكدوا على الجوانب باش يهبط معاهم الخليط تاعي. هنا راح نفرغها كيما هاك ونخليها بجي حتى تبرد يعني تماما، تروح لها كامل هذاك الفوار، وندخلها للمجمد ولا تدخلوها غير للفريجيدير كي يكون عندك الوقت باش تقدميها. هنا بعد ما بردت تماما راح نجيب الموس ونفوت على الحواف كيما هاك باش نتاكدوا انه ماهيش لاصقه، وكي نجيو نحيو المول تاعنا ما تفسدناش الكيكه تاعنا. صدقوني البنات راح تجي بزاف بنينه، سورتو بذوق البرتقال راح يعطيها ذوق من اروع ما يكون. كيما ممكن انكم ديروها بذوق الليمون، يعني يبقى لكم الاختيار نفس الشيء ونفس الخدمه. هنا بعد ما ديموليتها كيما شفتوني راح نجيب موس نسوي غير السطح كيما هكا، نحي هذوك الزوائد اللي كانوا لاصقين، وراح ندير لها في الحواف نوات كوكو. انا حبيت نزينها في الحواف بنوات كوكو، ويبقى لكم تزيين اختياري. كيما ممكن تخليها سامبل كيما راهي راح تجي تاني بزاف شابه. هكا البنات، وهنا نكون كملت تزيين الكيكه تاعي ولا التحليه تاعي. وهنا كاضافه البنات درت لها زيكزاك بالكراميل راح يعطي لها لون وذوق تاني بزاف شباب. وهنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو، ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحتكم، تلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله مع وصفات اخرى ان شاء الله، وسلام.